يوم بعد نتائج الانتخابات اللي فاتت اعلن ان انا لن ارشح نفسي. في حصار، نحن نتعرض في حزب مصر القوية وانا شخصيا لحصار اعلامي كبير جدا يدرك العاملين في كل القنوات والاعلام ان هذا الحصار الذي يصادر الصوت الاخر، الذي يصادر صوت المعارضة، كما بدأنا نتعرض لهذا الحصار في أواخر عهد مصر. لا نكون أبدا بحال من الأحوال مخالفين لقيمنا ومبادئنا اللي كنا ملتزمين بيها أيام مبارك وأيام المجلس العسكري وأيام محمد مرسي ملتزمين بيها الآن. أنا يعلم الجميع مدى اعتزازي بهذه المؤسسة اللي البعض يحاول يسيئها ويجرحها ويسيء إليها بزجها في مستنقع السياسة والأمن ودفعها الى ان تقوم باعمال لا يريدون خيرا لهذه المؤسسه ابدا بحال من الاحوال، لان حينئذ يبقى الفريق عبد الفتاح السيسي حينما قاد انقلاب لم يكن يقود لصالح الوطن بل كان يقود لصالح ان يكون رئيسا، وهذه مش اساءه لشخص، اساءه للمؤسسه اللي بيمثلها. عشان كده هو كان عنده الادراك والوعي. احنا قال لنا لن ارشح. حضرتك فتحت احنا خرجنا 30 يوم مقاعد انتخابات رئاسيه مبكره، فكان يجب ان يتم عمل انتخابات رئاسيه مبكره. واجب الدوله انها تتابع كل هذا. دول المواطنين المصريين انا مختلف معاهم من اول يوم وقلت لهم ان خطاب برفع العدويه والنهضه هذا خطاب غير مقبول عندي 100%، وحينما دعوني حتى لبعضهم قلت هذا خطاب لا اقبله، خطاب اقصائي. وللاسف الشديد الذي يمارس الان من الطرف الموجود في السلطه الحكومه ونظام الحاكم الان يمارس نفس الاسلوب. هو اجهزه الامن ايا كانت مرتبطه بالجيش ولا بالشرطه ان تحافظ على ارواح المصريين. انا من اجل الوطن اضحي بحياتي، وعمليات صناعه ارهاب اللي بيحصل دلوقتي هذه صناعه ارهاب. الذين اراقوا دماء المصريين انا عدو لهم، الذين نهبوا اموال المصريين انا عدو لهم، سواء كان في فتره مبارك او فتره المجلس العسكري الاولى او فتره مرسي او الفتره الحاليه. احنا عندنا قدره بفضل الله، موقفنا مؤسسينها على مبادئ وفيها نشرحها، ومش عيب ان واحد يكون مش فاهم موقفنا او ملتبس عليه، لكن العيب ان يحال بيننا وبين ان نشرح له موقفنا. احنا بنشرح موقفنا. انا ضد كل يد تمس مواطن مصري لم يرتكب جريمه وتقتله او تعتقده او تحول بينه وبين ان يمارس حقه. احنا تيار رئيس المصري، تيار رئيس المصري، المصريين اللي موجودين في القرى وفي النجوع وفي الشوارع. ولعلك ترد عليا وتقول لي طب ما ده كلام اي حد تاني ممكن يعمله. هي العبره بالممارسه وبالصدق في الاعلام وفي واقع العمل اللي بيصدق هذا التيار الرئيس المصري. انا عندنا ثقه كبيره جدا فيه، عندنا ثقه في ان هو يفهم خطابنا ومواقفنا، يقدرها يحترمها، لان انا بقول هذا من واقع العمل. لحضرتك حينما تدرك ان انا الحزب الوحيد اللي عملنا 16 مؤتمر في محافظات مصر قبل 30 يونيو، حينما لم يكن لا اللي موجودين في السلطه يقدروا يعملوا مؤتمر او يدخلوا الجامعه، ولا اللي موجودين في الجامعه الثانيه يقدروا يدخلوا الجامعه. السياسي لازم ابقى انا عدو لاعداء مصر، انا عدو لاعداء مصر.